السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة انا عايزك تركز معايا كده لان فيها كلام مهم ولازم يوصل لك ويدخل جوه عقلك. في شهر رمضان وفي وقت معين كده قبل اذان المغرب بحوالي 5 دقايق ابواب السماء بتكون اقرب مننا مما تتخيل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن تكون شايل هم، ممكن يكون عليك دين معين، ممكن تكون في ضيقة معينة. ادعي في الوقت ده، وحتى لو الدعوة دي بتكررها بقالك شهور كتير فاتتك يمكن ربنا يستجيب لدعوتك في الوقت ده. ادعي وما تبخلش على نفسك قبل اذان المغرب، لعلها تكون ساعة استجابة، لانه شهر رمضان مش شهر الصيام بس، رمضان كمان شهر الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى قال في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لاحظ كده معايا الكلام عن الدعاء جه وسط آيات الصيام، وده معناه ايه؟ دليل على حاجة واحدة، يعني وانت صايم وانت تعبان وانت جعان وانت عطشان ربنا بيكون اقرب ليك مما تتخيل. وعايزك ما تفكرش ان الدعاء محتاج كلمات كبيرة او محتاج ان انت تفضل تردد الدعوة ورا بعض، لا، محتاج منك قلب صافي وانت بتدعي بس. يعني قلبك الصادق والصافي من جواه وهو بيدعي هو هيكون السبب في انه ربنا يستجيب لدعوتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدعاء هو العبادة، وده معنى ايه؟ معناه وانت رافع ايدك وبتدعي لربنا انت في الوقت ده بتعبده، يعني مش بتدعي بس. ومش عايزك بقى تكون من الناس الوحشة اللي ركنها على جنب دي، اللي بتقول لك انا بدعي وربنا مش بيحقق الدعاء بتاعي، او ربنا مش بيستجيب لي، يبقى ربنا مش بيحبني وانا مش هدعي تاني. سيبك من الناس دي واركنها على جنب. تعال قرب كده، خليني اقول لك. اولا كده عايزك تعرف وتتأكد ان مفيش دعوة من دول بتضيع. الدعوة يا اما ربنا بيستجيبها لك زي ما انت طلبت منه، يا اما ربنا بيصرف بيها عنك شر كان جاي لك، يا اما ربنا بيدخرها لك علشان يديها لك حسنات في الاخرة. انت مش عارف ربنا مدبر لك يديك الدعوة دي امتى، انت ما عليك غير انك تدعي وربنا هو اللي بيدبر. وتعالى كده نتكلم عن اقوى وقت تدعي فيه في رمضان. فكر كده، هو قبل الفطار وانت صايم وانت ساجد، العشرة الاواخر من شهر رمضان، ليلة القدر. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان شهر رمضان كله مفروض تدعي فيه، ما تسيبش ولا وقت يعديك من غير ما تدعي فيه. ما تفضلش ساكت، اسأل نفسك دايما اخر مرة دعيت فيها باخلاص من قلبك كانت امتى؟ اخر مرة حسيت فيها بجد انك محتاج ربنا والدنيا ضاقت عليك وقفلت على نفسك وقلت انا عايز اقعد الوقت ده مع ربنا بس، كان امتى الوقت ده؟ يبقى شهر رمضان بيقول لك ايه؟ ارجع، وارجع من النهاردة، ما تسيبش الوقت يفوتك. خصص وقت كده قبل اذان المغرب وقبل ما تفطر وادعي فيه لربنا. وانا عايزك تحط حاجة كده ايه، حلقة جوه ودنك، ادعي لغيرك قبل ما تدعي لنفسك. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني ما تكونش انسان جشع وبتحب تدعي لنفسك بس، ادعي لكل المسلمين علشان ربنا يستجيب لك، وادعي لاخوك علشان ربنا يستجيب لك، واطلب من ربنا يغير قلبك قبل ما يغير ظروفك. يعني كل يوم كده وانت خارج الشغل ادعي الصبح وقول يا رب غيرني قبل ما تغير حالي، لان في ناس كتير عارفين ان ربنا غير حالها وفي الاخر هتقول لها ربنا يصلح حالك. ربنا بعد ما غير حالهم اهو في الاخر حط لهم جهنم وبئس المصير. عايز تكون من الناس دي؟ لا، فيبقى انت لازم تدعي وتقول يا رب غيرني من جوايا قبل ما تغير حالي. يمكن الحاجة اللي انت نفسك فيها بقالها سنين ما تتأخرش في الشهر ده، يمكن الشهور اللي فاتت ما كانتش ساعة الاستجابة اللي كنت بتدعي فيها، وربنا هيأ لك دلوقتي ساعة استجابة. هتسأل نفسك وتقول يعني اعمل ايه دلوقتي؟ هقول لك لا، مش محتاجة سؤال، ارفع ايدك وافتح قلبك وادعي لربنا في الوقت ده. رمضان شهر الدعاء، ما تخلوش يعدي منك كده. الباب مفتوح، خبط على الباب وسيبها على الله. وبكده وصلت معاكم لنهاية حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.